الكورة. يحيى نادر كان ما بين جوج ديال اللعابه كيف قلنا، وهنا ياسين ابراهيمي بلا ما انه يفكر بزاف غادي يعطينا باس طويله. اخوان السلام عليكم وتحيه كبيره للجميع. موعد حاسم دومي فينال ديال كاس العرب المنتخب الوطني المغربي بقياده المدرب طارق السكيشيوي. مباراه صعيبه ضد واحد المنتخب اللي عندهم لاعبين اللي حنا عارفين اغلبيه ديالهم مجنسين، لعابه للامكانيات اللي مزيانه. شفنا كيفاش دازوا الباركور ديالهم، جروبات ومتشانين ب4 ديال النقاط تاهلوا. خسروا الجزائر كيفاش كيحاولوا في المباراه ديال الربع النهائي ضربات الجزاء، وكانوا تفرج في المباراه. حنا كنا شفنا المباراه كانوا ند دوزوا ماتش كبير. الامارات واحد الخصم اللي ماشي ضعيف، مستوى كبير، اللي خارج سوا مان خصم اللي عنده امكانيات مزيانه. ولا بغينا نفوزوا على المنتخب الاماراتي، المدرب طارق السكيشيوي يدخل بواحد اللاعبين اللي عندهم امكانيات كبيره. ليش هو ديال اللعابه اهم حاجه. نتمنى يكونوا لعابه اللي كيعطيو الاضافه. جات فرصه ان هذا المنتخب فرصه ديال اي واحد اللي مزيان يلعب، ماشي واحد اللعابه المستوى ديالهم كيكون ناقص كيبقاو دائما كيحشاكروا المراكز ديالهم. مزيان غتلعب كتعطي اضافه، غتلعب دخلتي دوزيام ميطا مزيان غتلعب. وهذا هو المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الوطني المغربي كما كيقولوا وكما حنا عارفين من شحال هذه اللاعب اللي كيكون في الجاهزيه خاصو يلعب رسميا في المنتخب الوطني المغربي. الفيديو يكون خاص الاخوان افضل احسن تشكيله تضرب دابا المدرب طارق السكيشيوي كونتر المنتخب الاماراتي. دومي فينال اللي غيتلعب ان شاء الله 2 مع تشونس. بالنسبه لي شكون معكم واقعي، فرصه نفوزوا بهذه المباراه، لا مجال للخطا. بغينا الدومي فينال يكون في الجيب بهذا المعنى. نمشيو الفينال ان شاء الله نفوزوا بهذا اللقب هذا، ولما لا الصامر الافراح والمسرات خصوصا المنتخبات الوطنيه اللي الحمد لله غادي تقدم مستوى مزيان. خلي معك لايك، ضروري تكونوا معايا الفيديو حتى الاخر باش نعطيكم فيه الراي ديالي متواضع خاص افضل واحسن تشكيله. خاطر دابا المدرب طارق السكيشيوي بعيدا على مبدا العاطفه. خلي معك لايك وكمل معايا الفيديو حتى الاخر. بالنسبه لا فورماسيون بروبابل ديال ماتش المغرب كونتر الامارات دومي فينال، اول حاجه خصنا ندخلوا باللاعبين اللي يسهلوا. اللعابه يكونوا كما كنقولوا حنا دائما ندخلوا واقفين، ندخلوا صحاح، ماشي داخل ميل. خصنا اللعابه اللي مزيانين. ملي غندوي على التشكيله يعني غنعطي الراي ديالي بخصوص اللعابه اللي يسهلوا يكونوا في هذه المباراه هذه. بالنظام اللي كيلعب به المدرب طارق السكيشيوي اعتمد على لي زيك سونتر وكذلك لي زاريا لاتيرو. بارفوا نشوفوا السكيشيوي كيطيح البلوك، كيلعب على ترانزيسيون. هنا خاصنا اللعابه اللي يكونوا رابيد واللعابه اللي مزيانين، اللعابه اللي غيديروا الحلول. مباراه الدومي فينال لا مجال للعاطفه. في بطل مهدي بن عبيد بدون منازع هو قال السكيشيوي. حنا عارفين باللي ابر ان كندوي على اننا ودادي ولا كيشوي اكد. حنا كاملين عارفين ان المهدي بن عبيد هو اللي يسال ان يكون في البطل. راه باينه هو الحارس الرسمي ديال المنتخب الوطني المغربي. لي سونترو البوفشيني وكذلك مروان سعدان توليفه مزيانه. واخا بالنسبه لي اكبر مشكل كيدار فاش كنطيحوا البلوك، ما كنبقاوش نلعب البلوك ميديوم كنطيحوا البلوك ويلعب بلوك يولي داشي بزاف. العوض انا غادي نخرج نطيح ونلعبها ونستغل الكونتر فرقه المهاجمه، نطلع اللعابه ديالهم وندير زياده عدديه من شباب بحال الكره اللي تقول البوفشيني تلعبهاش بالعقل. في الماتشات اللي كانوا قبل كنا كنرجعوا للور باش كتكون اسيوري الرباح، ولكن كيولي داشي بزاف ديك الشتا كيخرجها بحال كتسنى غير سيري الماتش. كنتمنى ان الماتش اللي يكون في الاخر كيدير من بوفشين وسعدان بجوجهم كيبقاو مزيانين وتولي فرقيه بهذا المعنى. بوركسوس اريا ضروا هنا كيبان ان خصنا نتحسنوا في الكرات اللي كيكونوا من الاختيارات بعشوائيه. بوركسوس حاليا ولي يسير ان يكون اريا ضروا احسن لاعب اللي كاين في لادروات، عنده امكانيات مزيانه وكيقدم مستوى مزيانه. نتمنى نستغل السرعه ديالو بترانزيسيون مزيان رابيد كيبينيتري. ونتمنى ان التوظيف ديال بوركسوس يكون فاش كنكونوا حنا طالعين ان تقدر تغير يوليو 3 فلاك ديفونس 3 ويتزاد بوركسوس في لاطاك تلاعب اللي عنده امكانيات كبيره خصوصا في الشق الهجومي كيعاون. لاريير غوش باينه. ونكون معكم واقع الاخوان شخصيا كنشوف باللي اللي يستحق يلعب شمه هو بلتشي لاعب اللي مزيان مساوي الحدود لحظه كيتقاتلوا، ولكن كيبان اللاعب اللي ديك العشوش اللي كنتسناو ما كاينش. ما كيسونطريش مزيان، بعض المرات كيلعبها غير كيبغي يحيدها سونطراج ديال سونطري على الله. هنا كاين فرق ما بين محمود بلتشي اللي كيبقى احسن منه باحترام ماشي المساوي. المنتخب الوطني المغربي اللي مزيان يلعب محمود بلتشي كيبقى فالابل على اللاعب مساوي. نمشيو ميلو تيران بالنسبه ليا نقدر نقول لكم بلي الثنائي اللي بغيتي تكون يلعب سونتينيل يلعب حريمات. شوفوا سونتينيل حدا كارولايور يلعب لاعب ولد الكرشي. نتمنى الكرشي يكون شويه رابيد، يعني ملي غتشوف واحد سونتينيل اللي هو حريمات اللي كيمتاز ادواره دفاعي وادوار هجوميه، يعني حتى هو كيمزج ما بين انه كيريكيبير وكيدير لا كونستريكسيون حدا الكرشي. نتمنى انه يقدم مستوى مزيانه والدور ديالو بوكس تو بوكس اللي كيعطي اضافه للزاف في الكاري. كرشي كيعطي اضافه قويه
قدامه بالنسبه لي كي اللي غيتشافق كي لنا نفضل ان الزعزوع تجيبو من الباندو تلعبوا صانع العاب تلعبوا مونورجي كوجهه نظر ديالي علاش لي سيكسونتر خصهم يكونوا رابيد خصهم كيبيريط كيدفع وكذلك اللاعب عندنا لي زيناموني مزيانين في الاجنحه يعني نفضل الزحف كيلعب 10 هو كان اصلا في الاول كان كيلعب 10 في لي فار من بعد ميلو الباندا 10 غيعطيك اضافه اللاعب زحزوح حيت كويرو مزيان ونتمنى يضرب البوطو ما كنشوفش اللاعب ديال المنتخب كياخذ الانيسياتيف كيضرب البوطو فهنا الكره غتضرب البوطو ما كاينش نتمنى من زحزوح انه يقدم ماتش مزيان غير الماتش اللي قدم في المباراه الاخيره المردود اللي كان به ولكن كصانع العاب كنظن انه يعطي اضافه اكثر لي زيكسونتري طانان بالمستويات ديالو اللاعب اللي كيبان لك ذكي وهذا هو حيت الكره كتلعب بالعقل ذكي اللي غيلعب هنايا 11 بالنسبه ليا هو اللاعب شويه علاش لاعب كويري كيلعب بالعقل فنان وحتى اذا ما بغاش كيعطي اضافه خرج دوزيام مادا بدل لك الماتش هو طانان واخا المشكل اللي كان خرج شي طانان حيت كان طانان كيبان النوعيه ملي غيكون عندك واحد ديال اللعابه كيجيو بالون بي مزيانين واللاعب اللي كتحس به تكنيسيان اللاعب اللي حريفي يعني كيمانيبيلي بلا بال مزيان كويري كنظن ان غيكون اللي غتستافد من الزحزوح غتجيبهم من الباندو غتلعبوا كصانع العاب وتلاعب منى شويعر طانان قدامهم غادي يكون اللاعب بالنسبه لي حمد الله علاش كمقارنه باللاعب اللي كاينين كنشوف بلي تيسودالي ما عرفتش واش غيكون ولا لا الاصابه ديالو اللي كانت مؤخرا كيبان انه ماشي في الفورما تيسودالي بالنسبه لي حمد الله احسن منه كذلك ازارو اللي واخا ما كنبقاش نخرج ولكن كيبان لي اللاعب اللي ماشي بمستويات كبيره يعني ازارو واحد اللاعب اللي كيبان انه اكل شويه المنتخب واخا انه راه من غير بيت الماركه اللي ساهله ماركاش هذيك ولكن ملي محتاج من رجع دوزيام بال ماركه اللاعب اللي كيبان عادي فقط بزاف ديال المقومات وكيبقى حمد الله اللاعب اللي الا كان وراه الزحزوح اللي غادي يحاول انه يكون داك الامداد كيعاون هو اللي في البوكس كاينين اللعابه لي زيكسونطري بحال طانان وشويعر اللي تا هما كيعاونوا كيلعبوا خصوصا ان اللاعب اللي كيبان الكوالي كيدخل بها كيلعب اوروترا كيلعب بالعقل هذه الكره دخل بها شويعر يضرب طانان ما دارش في الماتش حيت اللاعب ذكي المساوي كان كيدخل بها كيسونطريها يعني العقل راه هو الكره كتلعب بالعقل علاش كيبان لك ان المستوى ديال بن شرقي يزيد اللاعب اللي كيلعبوا بالعقل كيبان لك انه يزيد وكاينه ديفيرونس ما بين اللاعب كيلعب بالعقل واللاعب اللي غير طبيعه الحال قلب الدفاع ملي ما قدرش انه يعطي هذه التشكيله ديال المنتخب كوجهه نظريه متواضعه يا اخوان كاين اللي غيبان لي زعما يلعب في الباندا متفق معاه كل الراي ديالو باش غير الراي ديالي الاخوان نتمنى الفيديو اللي نال الاعجاب ديالكم ضروري تخليو في التعليق الراي ديالكم خصو التشكيله المحتمله والاهم هو الفوز بالمباراه اي واحد يدخل نتمنى يقضي وان شاء الله نكونوا في الفينال باش نفوز بكاس العرب كيبقى انجاز كبير دي شي شان دي كوب دارا تو مزيان واخا ان ديما تنقولها كيبقى الهدف الاساسي والرسمي والاهم هو الفوز بالكان عندنا الكان في المغرب خاصنا نفوزوا بهذا اللقب هذا مزيان تستمر في الافراح والمسرات وان شاء الله يكون تتويج بكاس العرب قبل تاهلوا بعد الفينال ومن بعد نشوفوا المباراه النهائيه نتمنى خير ان شاء الله خلي معك لايك شكرا لك على المشاهده تخلي التعليق حتى رايك في التشكيله وعاش المغرب ونتمنى خير ان شاء الله.